لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الله. الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1463 لوانكاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامة رب العالمين وهي دارم اوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برخوش ويسنعو كلواني رابرج لخزمة أواتي بيروزة دابوين كرب العالمين دفرمي لبيشتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيت بيغمبرك ما نناردي إلا بشر بو بياو بوا كوالا ناو بشر بياو بوينة وكو وحي والشريعة لبوما ناردي كوا بيجيني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي أو مشركاني كوا اعتراض تاني لسر بشريتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا برسيال لأهل كتاب كان أجر نازان أو حقتي. بالي خوش بسنا إتر زانا لسر أو بابتا سعدي دلي عموم هذه الآية فيه مدح أهل العلم فاسألوا أهل الذكر كواتا بعام أو آتا بالي أو وكو أويك بوشوي باس ماكر بتايبتي كخواي جور سبحانه وتعالى بمشركان دفرمي لا أهل كتاب برسن أجر شكتان لا بشريتي بيغمبران هيدي وان خود زان كواهمو بيغمبران بشر بوينا بلام آتك بمعنى عامكشي فيه مدح أهل العلم براستي مدح ثناء أهل العلم تدا وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل برسترين زوركان علمشتيا زانياريبون بكتاب الله تعالى فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليه في جميع الحوادث. الله تعالى فرماني كردية أواني كنازان لهموش تكان بقرين لا أهل علم وفي ضمنه وهو آتشكذ بقرين لا أهل علم تيشي تدا تعديل لأهل العلم وتزكية لهم. يترخوا سبحانه وتعالى بابنا كذا في البرسيالة وكاتو أنا عدلا أو خواي قلت تزكية عندك لنا همو خلشي برونو لا أهل علم وأنا أهل اللي أنا ببرسن وهروها حيث كاتك هذا فرمي حيث أمر بسؤالهم يتكاتك فرمانك برون لو أنا ببرسن أو التزكية لأن الله تعالى أبو أهل علم وهروها بابريش خواي قلت فرمانا أهل عدلا وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة كواتب برسيار كردني لأهل علم كسين فاميش مسؤوليتي لسلادتي فدل على أن الله تعالى ائتمنهم على وحيه وتنزيله كواتب القيل سروي كوا خاي قول أهل علم أو أمانتي بيبخشينا كوا أمانتي وحي أو كتابي أو علم الشرعي كوا بوانس باردية وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم وكو خواي قورة شاهدي عدالتيان لو داو دف بخلشي دفرين برونام برسن دي أوانيش فرمانيان فكرة بتزكية أنفسهم بس تزكية خوايان بكن أوانيش خوايان باقرا بقرن والاتصاف بصفات الكمال هول بدن صفات كمال بشريان لبيتزي. ابن عثيمين هل لو آتدا دفرمي أو آتبلغي أنه يجوز التقليد في العقائد هل وكو التقليد لأمور فقهي جائزة دليل تقليد لأمور عقيدة شهر جائزة مما لا يتمكن معرفته بالدليل لو أكساني كابخوي ناتواني لبلغ كانوا لأمور عقيدة استنباط بك فسؤالنا أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه أن نقلد المسؤول
كواتە کاتێکەوە خۆی دەفەرمی فەسئەلوا ئەهلە ذیکری ئین کوونتم لا تعلمون کە دەفەرمیان پرسیار بکەن کەواتەوە بەڵگەی لەسەرەوەی کە پرسیارت کرد چیان پێگوتن تەقلیدیان بکەن جۆرانیان بکەن لێیان وەربگرن. فالتقليد في المسائل العقدية كالتقليد في المسائل العملية تماما ولا فرق. كواتا تقليد كردن هل وكل مسائل فقهي وعملي جائزة أين بهمان شوى لأمور عقائدش لأهل ذكر لعلماء وربقرن. فالذي لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه ففرضه التقليد. أو بخوي ناتوين لبلغ كان تيبقى أو علمينيا فرض لسروي تقليدي أهل علم بكالو بابته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أحكام أهل ذمها تيكوائي ابن القيم ضلي لله تعالى حكم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرنا. لماني أهل كتاب جولكو ديان لنيو أو أمته تاروج قيامته ضلي خواي قول حكمته لو بابته فإنهم مع كفرهم لقل أو كفرش كواتي دانا شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار. عقيدة هم بيغمبران يقبوا إتر أوان لقل أو كفرش كتيدانا أوان شاهدي بأصل بيغمبراتي ددن كوا خواهي قول بيغمبراتي ناردية توحيدي ناردية إيمان بالروج دوائي وبهشت جهنمي تيدايا. وفي كتبهم من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر نعوته وصفات أمته ما هو من آيات نبوته وبراهين رسالته وما يشهد بالصدق الأول والآخر. إتل كتاب كاني أوان حتى مجدي هاتني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صفات كاني باسكرا صفات أمتكشي باسكرا ذكر صفات خوي. وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان ديارة أو صفتش تايبت بأهل الكتاب نوك أوانيكوا وثنوا بتبرستن فبقاؤهم من أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد. إتر بقاي أهل الكتاب بقاي جولك وديان بوهم انحرافاتان كهيتيان خواهي قول قدري وايكوا بمنين لبووي كوا أوانيش بلغن لسر مسألة هاتني بيغمبرانو أواني لسر بابتي هاتني معادو زندي بونو وروج قيامت. لا آيات دواتري خواهي قول سبحانه وتعالى دفرمي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات والزبر أواتش إلى خبات بيشترها أي أرسلنا الأنبياء السابقين بالحجج والكتب كواتا يا رسول الله هر وكو پیغمبرانی پیشوتر به همان شوه كنارديت من هموي بالبينات واتا بالحجج ببلغو هاتينا والزبر وهروها بكتاب هاتينا هم ببلغو معجزات هاتينا هم بكتاب الشريعة هاتينا ديار بينات واتا بالحجج والأدلة الواضحة واتا ببلغو حجي زور واضح هاتينا وزبوريش بمعنى كتب دي جمعي زبورة إتر پیغمبرانی پیشتوش عين كنارديت من ببلغو دليلو وهروها بكتاب نارديت من. ابن عاشور ضلي لعل عطف الزبر على البينات عطف تقسيم بقصد التوزيع يعني تسي ضليك دفرمي پیغمبران پیشتوش من ناردية بالبينات والزبر زبر دار عطف لسر بينات وكو ضلي عطف تقسيمة بمعنى التوزيع دي يعني أي بعضهم بالبينات والزبر أو عطف التقسيم والتوزيع يعني سيروين دكاتو بعضهم مصحوب بالبينات هندق لبيغمبران تنها معجزات يام بيبوا وبعضهم بالأمرين هندش هم معجزات بيبوا هم كتبش بيبوا لأنه قد تجيء رسل بدون كتب هندق لبيغمبران ببي كتاب روانا كرينا طبعا كببي كتاب روانا كرينا معجزات يام بيبوا لسر كتابي بيغمبري بيشي خوان رويشتينا وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة ضلي زبوريش لوانية بمعنى أو كتابة كرتانة بك لنا خواهي يقولوا هاتيا كوا الشريعيش فراوين تيدانية وكو صحف إبراهيم وزبور داود عليه السلام والإنجيل
بابلين إنجيل لدواي توراتي هاتية هر عيني كاستا بيدلين كتابي مقدس توراة وإنجيلك أبروي إنجيل زياتر وكو هندق لو أحكامانك أخوي قولوكو عقوبة بني إسرائيل دابو بهاتني عيسى عليه الصلاة والسلام لسريا تخفيف كر وزياتر الروحانيات تداو لبروي براستي أهل كتاب مشهور بوي زور درقن إيتر فعلا دلي زبر أو كتاباني كو وجيزة كورتا بيان دقوتري زبر والله أعلم إيتر هندق لبيغمبران بس معزاتيان بيبو بابلي فرماني بيكر بكتابكي بيش خوان بخلشي راب جينن لقلوا معزاتان كبيان بوا هندي شيش هم معجزات وهم كتابيان بيبوا لا مجموع فتاوى ابن تيمية أو دلالات على أنه سبحانه لم يبعث نبيا إلا بآت تبين صدقه خوي قوله هر بيغمبرش ناردبي إلا بلغشي بي ناردية كوار رازقوي أو بيغمبر بسلميني وإقامة حجة لسر بران بركيبك إذ تصديقه بما لا يدل على صدقه غير جائز طبعا هر بيغمبر كاتب أجر بلغي بي نبو بيتن ناكل التصديق بكريو براز بزاندري وهو ابن القيم لمداج السالكين ضلي وذلك لكمال عدله سبحانه ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة كوات هر بيغمبر كاتب معجزات بيبخشية أوش لا بلغي لسر أو بري كمالي عدلي خواي قوله وهروها بلغي لسر رحمته تاكو فضله حكمته وهروها خوشويستي خواي قوله لبوتسه لبو إقامي حجة لبو إكوا بابرين هموش تيك بعذر وبحجة قبول بكري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم كوات هر بيغمبرك ما ناربي بالبينات والزبر ببلغو بكتاب وأتوج يا رسول الله وأنزلنا إليك يا محمد القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن من لتداب زاندية لتوضح للناس ما نزل الله إليهم فيه كواتا كاري يا رسول الله لبو خلشي رونكي أو قرآني كوا ناديت من لبو خلشي رونكي أو قرآني كوا ناديت من لفظا بتلاوته هم رونكي لبويان كوا تلاوك وخيرنوكي كوا ومعنى بتفسيره وهروها أو بيش بتفسير رونكنويا لبوان تفسير بكي وبيان ما أشكل عليهم منه وهروها بياني أوشتكوا أوان تيناغن وتفصل لهم بسنتك القولية والفعلية ما أجمل من أحكامه وهروها تاوكو أو أحكامانك ببنزمالي بكرتي لقرآن بيروز باسكرها أتو تفصيلي بيدي وروني بندكيوا بسنتي قولي وفعلي كوا بوشيوي فعلا لبون منا بيغمس صلى الله عليه وسلم أو آتاني كوا باز لنويج دكا وأقيموا الصلاة لأن هذا في أقيموا الصلاة كو بيكين تنركعتي بكين بس شوي بيكين يعني صلى الله عليه وسلم روني كردي توا صلوا كما رأيتموني أصلي دسنويج شوشتن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا خوي بيغمس صلى الله عليه وسلم بفعلي وبعملي روني كردي توا زكاة مقداركي بس يدري إلى آخره هم أو أحكاماني كوا بمجملي باسكري خوي للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم روني كردو لبومان لويا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وكلا سورة النور هاتية نويج بكن زكاة بدن إطاعي بيغمبر بكن صلى الله عليه وسلم تكون إطاعي أو براستي نازار نانجو وكو دشفن وإن تطيعوه تهتدوا أجر إطاعيه بيغمبر بكن صلى الله عليه وسلم بمعنى كلمة هداد وردقرن ابن الجوزي دلي وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن بإجماع المفسرين كاتك ودفن وأنزلنا إليك الذكر دفن أو ذكر اللي ربما معناه القرآن دي بإجماع هم مفسرين لا تفسير خازن هاتي إنما سماه ذكرى لونا إلى قرآن ذكر لأن فيه مواعظ براسي آمج قاري دا وتنبيها للغافلين وهروها بيدار كرنوي كسانش بآقايا ابن كثير لتبين للناس ما نزل إليهم أي من ربهم تاوك لبو خلشي روم بكيوا أو كوا لبو دابز اللام پروردگاريان أي لعلمك بمعنى ما أنزل عليك تو دزانيتي لبو دابزيا وحرصك عليه تنحريسي لسري واتباعك له وبخود متبعي أو منهزك خواهي قول دابزان دي ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق والسيد ولد آدم
دەفەرمی لەبەرەوەی الله تعالى پێی دەفەرمی ئەتوو لە بۆیان ڕۆنکەوە چونکە ئێمە دەزانین ئەتوو چاکترینی مەخلوقاتی و گەورەی کوڕانی ئادەمی عليه الصلاة والسلام. ابن رجب دەفەرمی دلالة على أن الله سبحانه وتعالى وكل بيان أن دلالة على أن الله سبحانه وتعالى وكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتبل جيل سروي كوا بيان كردني أوشتاني كوا إشكالي تدايا إما تيناجين خواي جورا أو التوكيل كده لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبري كالتوكيل لبو بيان كردني أوشتاني كإما لقرآن تيناجين وهروها ديارة بابلين زانا يعني تريش لتفسير كان زيادة الباسي أواتان كده لبرتوابون كاد دوستين ببشتوان الله تعالى لواني داهاتو دينه وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.